احلى 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 مندي. مساء الخير، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. هنعمل النهاردة بقى وصفة من ألذ الوصفات اللي ممكن تجربوها بجد. حاجة كده يعني، تعالوا نشوف وجربوها على ضمانتي. هنعمل النهاردة مندي دجاج. أول حاجة هنسلق الفراخ بتاعنا، هنعقمها الأول ونطهرها بشوية مية وخل وملح أو ليمون أو كركم عشان الزفرة تطلع منها وتبقى كده مفيهاش اي ريحة كده واحنا بناكل. واحنا بنسلقها هنخلي النار هادية في الاول، واول ما يطلع الرواسب بتاع الشوائب بتاع الدجاج كده هنشيلها كده بمعلقة زي ما انتوا شايفين. وطبعا في الوقت ده تكون النار هادية، ما نخليش المية تغلي قوي، لان لو المية غليت قوي الشوائب دي هتتفتت وهتندمج مع المية وهتبقى الشوربة زفرة. تمام. بعد ما نشيلها هنقوم بقى ايه نازلين بقى بالمنكهات بتاعنا، طماطمايه وبصلايه وكام فص توم كده وجزرايه وورق لوري زي ما انتوا شايفين، وعود قرفة وكم حبة حبهان كده، ورشة سكر. رشة سكر دي بتساعد على السوا بسرعة. بعد كده هنغطي عليها وهنسيبها بقى ايه تستوي، على حسب طبعا بتختلف من على حسب نوع الفرخة وعلى حسب حجمها وكده. انا كده دلوقتي الفراخ استوت معايا، بشيك عليها الاول بسكينة كده او اللي هي بخلة كده او باي حاجة، نشوف يعني انتوا بتحبوا السوا بتاعها يعني فل ولا ميديم ولا ايه، على حسب يعني، دي اذواق يعني. وبعد كده هننزل خلاص استوت. انا طبعا نزلت بالملح في الاخر عشان الملح بيأخر السوا، فانا نزلت بيه في الاخر. بعد كده هطلع الفراخ في طبق جانبي زي ما انتوا شايفين كده. هي على فكرة وصفة سهلة جدا جدا يا جماعة، ولكن والله مش ببالغ عشان انا اللي عاملها، انتوا جربوها. انا ما بعملش حاجة لما اكون واثق فيها 100%. جربوها هتدعولي، هتبقى وصفة اساسية عندكم كل اسبوع. والجميل فيها بقى ان هي بتتعمل في حلة واحدة، يعني مش بتلعوز الدنيا كده. تمام. انا طلعت كده الفراخ بتاعنا في طبق جانبي، وبعد كده عشان نضيع طعم السلق منها اديتها رشة ملح ورشة فلفل اسود ورشة قرفة بس. هقلبهم كده مع بعض، وهنزل طبعا لو في عندي زعفران، دي بهارات المندي، وممكن بهارات سبع وممكن بهارات مشكلة المتاح عندكم. هو يفضل طبعا بهارات المندي بس اللي موجود. وهنا نزلت بعصير ليمون ومعلقة زيت. تمام كده تمام كده. لحد دلوقتي احنا ما عملناش حاجة غير ان احنا سلقنا الفراخ. احنا يعتبر كده خلصنا اساسا، يعني هنعمل الرز بس. وده الزعفران على فكرة، ممكن لون زعفران، ممكن زعفران زي ده كده، ممكن بدون. بس انا بقول لكم الوصفة تتعمل ازاي. في بقى حاجات مش موجودة ده عادي. بعد كده هنيجي بقى في الحلة على النار اللي هنعمل فيها الرز، وهننزل ببصلاية مفرومة ناعم او متقطعة صغير عادي. هنقلبها كده لحد ما تدبل معانا. طيب هو انا المفروض كنت اعمل الوصفة دي بالزبدة وطعمها بالزيت عشان الزبدة ما تتحرقش، لكن انا عملت العكس، عملتها بزيت وطعمتها بالزبدة عادي برضو على فكرة. ولكن الزبدة بتختلف طبعا في الطعم، تودي التست في حتة تانية خالص. وبعد كده نزلت بقرن فلفل حار مش هيبان خالص، بيعلي التست فقط. ونزلت بورق لوري وحبهان وفلفل حب وعود قرفة زي ما انتوا شايفين، وقلبتهم كويس لحد ما ريحتهم طلعت. وجزرايه مبشورة، والجزرايه المبشورة دي مهمة جدا على فكرة. وعلى فكرة ممكن تستغنوا عنها، لكن مهمة جدا،
تخلي الطعم كده في حتة تانية. تمام. طبعا وصفة سهلة لحد دلوقتي، ما فيهاش حاجة صعبة ولا حاجة مكلكعة. هنقلب الجزراية كويس لحد ما تدبل معانا. بعد كده هننزل بالبهارات اللي انا هكتبها لكم في الوصف. ممكن اقول لكم دلوقتي عادي، دي بهارات مندي او مشكلة او بهارات 7. بعد كده نزلنا بالرز بتاعنا المغسول ومنقوع نص ساعة. هنقلبه كده بقى لحد ما يتغلف بالزيت عشان ما يعجنش مننا لما نيجي نطبخه، عشان يطلع مفلفل كده وحلو. وبعد كده نزلت بالشوربة بتاعنا. الشوربة ممكن تصفيها وممكن تنزليها كده بالبهاريز بتاعها اللي هي كانت موجودة. دي الحاجات البهاريز اللي كانت على الدجاج. حطيت كده بعد ما طلعت الدجاج من الطبق، حطيت كده شوية شوربة وقلبتهم وقمت منزلهم على الرز. شايفين الشكل وشايفين الحلاوة. ننزل بقى بقرن فلفل حار كده يعلي التست معانا، هو مش بيبان في الطعم على فكرة. وهنغطي عليه على نار عالية لحد ما يعمل فتحات كده زي ما انتوا شايفين لما يوصل للشكل ده. بعد كده هنوطي النار خالص ونغطي عليه يستوي براحته. وهنا جبت معلقة زبدة او سمنة على معلقتين كاتشب او صلصة الطماطم، وقمت مقلبهم على بعض ودهن بهم الدجاج ومدخلهم الفرن على الشواية ياخدوا لون. طبعا المرحلة دي مهمة جدا، يعني الدجاج لما بيتحط في الفرن طعمه بيبقى حاجة تانية خالص. وهنا الرز استوى معايا وبقى بالشكل الجميل ده. شايفين؟ بعد كده دهنت الفراخ زي ما انتوا شايفين كده ودخلتها الفرن لحد ما تاخد لون. ولعت الشواية بس هي كده كده الفراخ مستوية جدا، فانا دخلتها الفرن تاخد لون بس. شايفين الحلاوة؟ والله الريحة والطعم خطير جدا. انتوا جربوا يا جماعة الوصفة دي على ضمانتي، مش هتندموا والله. انا جربت مكانكم، وانا لو شايف ان هي يعني الوصفة دي 95% حتى، انا مش هدفعها لكم. شايفين الحلاوة؟ الرز اصلا يتاكل كده لوحده ومن غير اي حاجة، كفاية ان هو معمول بالشوربة اساسا. وما تنسوش الدقوس ده اساس المندي. انا هعمل لكم اشارة للفيديو، انا عامله هنا فيديو قصير جدا، لازم تعملوه مع المندي. حاجة كده او اي مشاوي عامة يعني، او اي دجاج، اي وصفة مكبوسة، الحاجات دي فوق الحاجات دي لازم تعملوا دقوس معاها. شايفين الحلاوة؟ لازم تجربوها يا جماعة، جربوها وهتدعولي. سلام عليكم.